بواحد ركب الطيارة وقرر يشتري كل ازايز المية اللي فيها. الركاب قعدوا يضحكوا عليه وافتكروه هيموت من العطش، بس اللي ما يعرفوهوش ان الراجل ده جاي من المستقبل، وتحديدا بعد 30 سنة من دلوقتي، لانه كان موجود في نفس الرحلة دي قبل كده. زمان الطيارة دخلت في عاصفة وبرق ولع في المحرك، وحصلت مأساة مات فيها 80% من الركاب، واللي نجوا عاشوا سنين في جزيرة مهجورة مقطوعة بيهم السبل، مفيش اكل ولا مية، وقعدوا يحاولوا ينجوا لمدة 5 سنين. وفي يوم اكتشفوا ان في كنز مدفون تحت البحر، والكنز ده كان عبارة عن مفتاح يشغل مركب، والركاب اعتبروه فرصتهم الوحيدة عشان يهربوا من الجزيرة دي. الراجل نزل يغطس هو وحبيبته عشان يدوروا على المفتاح، ولما لقاه اتصدم ان حبيبته خانته وسابته في قاع البحر وهربت، واتضح انها كانت بتحب واحد تاني وبتمثل عليه الحب بس عشان تاخد الكنز لنفسها. الراجل ما نجاش غير بفضل بنت تانية كانت موجودة على الجزيرة هي اللي انقذته، وفي اللحظة دي شاف الوش الحقيقي لحبيبته وقلبه اتملى غضب وقرر ينتقم. بس كان الوقت فات، لانه في لحظتها هبت عاصفة دمرت كل حاجة، وهو بيموت كان ندمان انه حب الست دي، وكل اللي اتمناه انه يرد الجميل للبنت اللي انقذت حياته. وفعلا ربنا استجاب لدعائه وصحي لقى نفسه تاني جوه نفس الطيارة وقبل ما تقلع ب 30 سنة. العاصفة كانت فاضل عليها 20 دقيقة بس، وقرر يدور على البنت اللي انقذته عشان يقنعها تنزل من الطيارة. بس في اللحظة دي حبيبته القديمة وقفته وهي بتشتكي ان تذكرتها في الدرجة الاقتصادية، لانه عارف حقيقتها رماها وانفصل عنها قدام الناس كلها. وراح للبنت وحاول يشرح لها اللي هيحصل، بس هي ما كانتش تعرفه، وبلغت طاقم الطيارة اللي حذروا من ازعاج الناس. الراجل وصل لمرحلة اليأس وجري على باب الطوارئ عشان ينزل، والناس افتكرته اتجنن لان الجو بره كان شمس ومفيش اثر لاي عاصفة. الطيارة طارت عادي جدا، بس بعد وقت قليل حصل اللي كان خايف منه، الطيارة اتحطمت ووقعت على نفس الجزيرة المهجورة. ومن هنا بتبدأ احداث مرعبة تانية خالص في الجزء الثاني في البايو. متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.